الوصول مسألة اصطلاح، ما في وصول لأنك أنت ماشي لله، لكن اصطلاحا الصوفية يقولوا ده واصل. الواصل اللي بيكون حضرته مع الله أكثر من غفلته عنه، ده بيسموه واصل. الأصالة بتبتدي من مجرد ما أنت يكون عندك معرفة بها الله، علم بها الله. أنت في الأول بتعرف الشريعة بس، حتى نحن أول ما ندخل الدين بنعرف محمد، ما بنعرف الله. لما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كأن ربنا بيقول أشهد بوحدانيتي في لا إله إلا الله، لكنكم ما تطيقوا دي أشهدوها في محمد. فنحن بنتبع محمد ليوصلنا له. مجرد أنت ما تبتدي أن تكون عندك معرفة، أنت بديت في طرف من الأصالة وأنت بتقلب. ويمكن لو قريت كتبنا أنه التقليد كأنه القشرة اللي بتنمو فيها حياتك الروحية، وحياتك بتنمو وتزيد زي ما ينمو الكتكوت داخل قشرة البيضة، لغاية ما الكتكوت يحصل أنه صديق به الأوض القشرة يفقس ويخرج برا. النمو الروحي بالصورة دي. الأصيل اللي احنا بنقول عنه هو واحد، ده بيحصل له أنه يرفع قشرته دي كلها لحياة. بس المثل ما بينطبق كلنا نتبع مع البيضة، لكن أصل الحياة نحن أطرافنا ميتة، نحن جلدنا ميت، نحن ميراث التمساح والجريز عندنا لسه في جلدنا، القوقعة اللي كانت فيها نشأت فيها الحياة. لكن كل ما تزيد حياتنا كل ما تحصل لطافة في الجلد تخليه حي، زي ما قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. المعنى ده من الأصالة شموه صوفية كثيرين، وصوفية كثيرين تركوا الصلاة الشرعية. واحدين منهم في حالة جذب، قد يكون مجذوب 40 يوم، لما يفيق من جذبه يقضي. في واحدين منهم بيستمروا مجازي في الناحية دي. في واحدين منهم بيقولوا أنا أصلي في مكة، تكاد سمعتوه كثيرين. فمسألة الأصالة إذن بتبتدي مجرد ما أن تكون عندك معرفة ذاتية، لأنه معرفتك بالله ما بتقلد فيها، أنت بتقلد في شريعتك، لكن في حقيقتك ما بتقلد. حقيقتك دي مركوزة في عقلك وفي قلبك، وأنت في المعنى ده فردي، ما فيش بالمرة ذرتين في الوجود بيشبه من بعض. الفردية أصل الوجود، وده من أصول التوحيد ومن أصول سعة الربوبية، أنها ما بتكرر نفسها في ذرتين من الوجود يلي تجلى له تجلي واحد. تجي العبارة عن ربنا كل يوم هو في شان، كل جزء من بليون جزء من الثانية، فربنا عنده مظهر جديد فما في تكرار فيه. لذلك بتلقى أنه المسألة مما بدت في الحقيقة أنت بدت فرديتك سنة. في العارفين اللي ما بيسقطوا تقليد بالمرة لمعرفتهم بأنهم هم ما هم أصحاب الأمثلة. في الناس اللي أثبتوهم ويعتبروا أنهم هم أفراد ويرجعوا لما يفيقوا. الصورة هي دي. فالمعارف في اتجاه الأصالة، لكن قمتها هي المعرفة البيها الأصيل أصيل، وأنه علمه ما سبق عليه ولا بيلحق فيه إلا من يقلدوه من وراءه. وكل أصيل لابد أن يكون عنده علم هو متفرد به، ما فيش واحد يدعي الأصالة ثم هو داخل علم نقله من جهة.